السلام عليكم يا الغاليات، مرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه تاع مبسس الطريقه التقليديه، يعني فريمون ما شاء الله يجي مرمل ومبسس ويدوب روعه. هاد الوصفه كنت شاركتها معكم العام اللي فات، ويعني ودارت حاله بالمشاهده وكامل قالوا لي عاودين الوصفه. عاودتها لكم ولكن بطريقه شويه مختلفه. شوفوا يجي روعه، يجي دوب ذوبان وفريمون ما شاء الله. صلوا وسلموا على الحبيب المصطفى. ما تنسوش جام لاختكم فاطمه الزهراء الجزائريه هكا باش تعاونوا الفيديو يطلع عنا. اول حاجه نجيبوا القصعه نديروا فيها ربعه تاع الكيلات تاع السميد، لازم يكون متوسط. المره اللي فاتت درت لكم 3 كيلات تاع السميد ويجي دوب ذوبان، بس هاد المره قلت يعني ندير نبدل شويه الكيل. الوغ درت ربعه وجا ما شاء الله، يعني جا طري وجا شباب وما يجيش يقهم بزاف باليدام، راكم فاهمين. هنا درت لهم مغرف تاع الملح، ودرت لهم مغرف تاع السكر كيما هكا. هاد المغرف تكون صغيره. بالنسبه للسميد لازم تخيروا نوعيه تكون مليحه ويكون متوسط، يعني ماشي رقيق وماشي الخشين باش المبسس تاعكم يجيكم شباب. ليدام هنا عندي نفس الغرفيه اللي تعبروا بها السميد غادي تكملوا ليدام. شوفوا عندي هنايا حوالي 3/4 تاع الليدام، يعني مارغرين ذوقتها، وغادي نزيد لها هنايا الربع الاخير تاع الزيت هكا حتى تفيد لكم الغرفيه تاعكم، ونفرغها فوق هذاك السميد عفوا، ونبدا نبسس فيه. هنايا قلت لكم المره اللي فاتت كي درت 3 كيسان تاع السميد، يعني جاني يدوب، يعني جا طري بالبزاف وجاي يتفتت وحده. الوغ هاد المره زدت الكيله تاع السميد وجا يعني القوام تاعه نيشان وشباب وما يجيش يقهم بزاف كما قلت لكم. نبدا نبسس مليح. اهم حاجه هو انكم تلبسوا كامل حبه تاع السميد بهذاك اليدام وتبسوه غايه الغايه، تحكوا هكا بيديكم حتى تشوفوا يعني الحبه تشربوا لكم. هنايا سي بون، يعني الطريقه راهي موضحه. شا غادي ديروا؟ غادي تغطوا الغيسيبيون تاعكم ولا القصعه تاعكم وتخلوه يتشرب شويه، يعني يشرب غير شويه هذاك اليدام، ومن بعد كينا تبدو تشكلوا عادي البسس تاعكم. غادي دروك تجو تلموه بالماء. بالنسبه للماء انا هنايا حبيتو ديروا شويه تاع الماء زهر ديروا فيه شويه تاع الماء زهر، حبيتو ما ديروش تقدروا تستغناو. مام حتبغوا ديروا شويه تاع لافاني في البسس تاعكم باش تجي هذيك الريحه شابه، تاني ديروا شويه تاع لافاني. انا خليتها يعني بالطريقه التقليديه تاع بكري وبديت نبسس. هنا قسمت الكميه على زوج لا راكم تشوفوا. هذا المبسس تقدروا ديروه في الطاجين ونفس الطريقه ديروه في المقله، يعني تقلوه وتعسلوه نفس المقادير ونفس الطريقه. سي بوغ سا انا قسمت الكميه على زوج، يعني النص درته مبسس تاع طاجين طيبته في الطاجين، والنص الاخر قليته في المقله وعسنته وجا ما شاء الله. شوفوا هنا كي تبدو تلموا في العجينه تاعكم، حاولوا يعني ما تعجنوش باش ما تخرجوش هذاك العلك للسميد ويبقى هكا مبسس ومرمل، يعني نفس الطريقه تاع المقروض. شوفوا دروك سي بون، غادي نغطيها نخليها تريح ما بواحد الخمس دقائق. نروحوا نشعلوا الفرن تاعنا. انا هنايا شعلت هاد الطابونه، يعني هاد الطابونه اللي كنت كومونديتها جديده ووصلتني من عند لاباج الورشه. فريمون ما شاء الله. شوفوا معايا جيت كبيره كيما هكا، تجي فيها هاد لاطابل بليون تقدروا تحلوها تخدموا فيها ولا تاني تغلقوها. تجي فيها هذيك لا بلاك شوفون دوك تشوفوها معايا. تجي فيها الشوايه تاني، يعني الشوايه هنا تقدروا تستعملوها وحدها ولا تستعملوها لاكغي هذه تشوفوا فيها الفلفله دنجال يعني كلش. شوفوا يجوا فيها تاني هاد لي زيتاجير كيما هكا تحطوا فيهم عفوا صوالحكم. وهاد التيغواغ تاني كاش حاجه تاع ليدام ولا طيح، يعني فريمون ما شاء الله. تلقاو هاد الطابونه متوفره عند لاباج الورشه، يديروا التوصيل لجميع الولايات والتوصيل المجاني حتى لباب الدار. شوفوا لا كاليتي انا نضمنها لكم فريمون ما شاء الله، جودتها روعه روعه روعه، الحاجه اللي ما تندميش عليها وتبقى معاك مده طويله. هنا شادرت جبت هذاك المبسس تاعي حليته هنايا في كيس بلاستيكي هكا باش يساعدني في الخدمه. ومن بعد كينا جبت يعني هاد الطوابع هكا وبديت نقطع باش يجوني الحبات كامل كيف كيف. حبيتو تقطعوا بالطريقه التقليديه بالخدمي عادي، يعني تقسموا وترفدوا الحبات تاعكم تبدو هكا يعني تسقموا فيها الجوانب وتحطوها في لابلاك شوفونت هكا ولا في الطاجين ولا كيما حبيتو، وتخلوها يعني تحمر. كي تشوفوها حمارت من يعني ما تحت تقلبوها. المهم النار ما تكونش قويه بزاف باش المبسس تاعكم يطيب لكم الداخل. هنايا بعد ما طابوا هذوك الولاكم تشوفوا فيهم احمروا وقفتهم باش يطيبوا كامل من الجوانب، وبقيت شاك فوا نقلب فيهم يعني في ليكوتي باش يتحمروا لي غايه. انا نبغيه يجي محمر يعني من كامل ليكوتي يجي طايب باش كي تاكلوا المبسس تاعكم ما تحسوش بلي هذاك السميد راه خضر وراه يتغزز. هنا ما بغاش تنقلب الحبه سبحان الله. المهم شديتها في الكوان وقلبتها ودوك تشوفوها معايا.
طيبتها غايه الغايه. شوفوا هنايا قلت لكم كي ديروا 3 كيلو تاع السميد يبقى كامل يذوب لكم ويجي يعني يذوب بزاف. بصح كي ديروا 4 كيلو تشوفوا كي يبقى حاكم روحه، يجي مبسس ويجي مرمل ويجي يعني الكيله يعني ما تجيش تقهم بزاف باليدام. الوغ هنا بعد ما طيبت كامل المبسس تاعي قدمته، حطيته كيما هكا مع لاتاي ولا قهوه حليب، واللي حبوا يديروا له شويه تاع الحسل يديروا له الحسل، الكوفيتير، زبده حره كيما حبيتوا. المهم الوصفه يعني مضمونه، الطريقه ناجحه، طريقه تقليديه تاع بكري. ما عليكم غير تجربوا الوصفه، تبعثوا لي كامل تطبيقاتكم. اللي ما راهيش تتبع فيا في الانستغرام نقول لك راكي مراضيه، باسكو راني اكتيف في الانستغرام بزاف وفي الفيسبوك. واللي راهي تتبع فيا نقول لك حبيبتي مرحبا بك. ما بقى لي غير نقول لكم خليتكم في امان الله وحفظه، والسلام.